السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا مع حضراتكم هننفذ موديل جديد، وقبل ما نبدأ نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. طبعا وحشتوني جدا. عارفة أنا كنت غايبة عنكم الفترة اللي فاتت كتير. بس الحمد لله راجعه لكم بموديل جديد جدا جدا. موديل بسيط وسهل وجميل جدا يا بنات. لشغل العيد جميل جدا، اللهم بارك. شايفين الكارت الجميل ده؟ تمام. نقدر ننفذه بأقل الخامات المتاحة عندنا. تمام يا بنات. طبعا انا عملت اللونين الجمال دول. تمام، شكلهم جميل جدا جدا جدا، اللهم بارك. طبعا فرو مع عاطفة مضلع يا بنات. ان شاء الله باذن الله هننفذهم مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. تمام يا بنات. هنبتدي ناخد المقاسات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا بنات هنحتاج عرض 5 سنتي. تمام. والطول 30 سنتي. تمام يا بنات، طول 30 سنتي. القطعة التانية هنحتاج عرضها 6 سنتي، والطول 18 سنتي. تمام يا بنات. القطعة التالتة عرض 6 سنتي، وطول 20 سنتي. موديل جميل وسهل وبسيط. طبعا يا بنات انا عملت القطع الفرو دي كانت جاهزة عندي. تمام. طولها 25 سنتي. تمام يا بنات. طول القطعة دي 25 سنتي، اللي هو الفرو الطبيعي العادي، واحنا هنسرجها عادي جدا. تمام يا بنات. زي ما واضح معاكم كده. تمام. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم نجيب الابرة والخيط المقص بتوعنا. هنحتاج كليبس 5.5 سنتي يا بنات. تمام، كليبس 5.5 سنتي. تمام يا بنات. هنبتدي نحدد المنتصف بتاعنا بالطريقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الإبرة. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. تمام يا بنات. هنخيطها تبقى 3 بالطريقة دي. 6 غرز. هتكون 6 غرز يا بنات. تمام. هيكون معانا 3 كسرات. هنبتدي ناخد المنتصف بتاع القطعة الكبيرة. تمام. هنعملها فيونكة عادية خالص، والتانية بنفس الطريقة. تمام. هنبتدي نضيف القطعتين على بعض يا بنات بالطريقة دي. تمام. ونبتدي نحطهم على بعض بالطريقة دي يا بنات. تمام. ونجيب الإبرة ونبتدي نخيط. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 غرز يا بنات. تمام. هنبتدي نشد الخيط معانا ونظبط الفيونكة بتاعتنا بالطريقة دي. بسم الله. طبعا بالطريقة دي كده يا بنات نبتدي نظبط الفيونكة بتاعتنا. تمام. ونلف على الخيط مرتين عشان تبقى ثابتة معانا بالطريقة دي. تمام. هنبتدي نقفل بغرزة في الظهر بالطريقة دي يا بنات. شدوا الخيط كويس بالطريقة دي نكون عملنا الفيونكة بتاعتنا. تمام. هنبتدي نجيب القطعتين دول على بعض. تمام يا بنات بالطريقة دي. هنبتدي نجيب
المقص ونقص. بالطريقة دي يا بنات اهي نكون قصينا الديل بتاعنا. بتمنى يكون واضح معاكم يا بنات. تمام، هنبتدي نجيب الكليبس بتاعنا ونجيب الشمع. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط نقطة شمع في الظهر كويسة. تمام يا بنات، ونتأكد ان احنا لازقين الكليبس من على الايد اليمين. تمام، التكتاك يكون على الايد اليمين يا بنات بالطريقة دي. تمام، هنركن الكليبس 5 ما ينشف. تمام، طبعا يا بنات هنحتاج فص عشان نحطه في الوردة. تمام، وهنحتاج كم فص انصاف لولي مقاس 4. تمام يا بنات، ودي القطعة اللي احنا هنحتاجها. وهنحتاج البي 7000 وقلم الاسترس بتاعنا. تمام يا بنات، هنحتاج قطعة شريط عرض 1 سنتي يا بنات. تمام، تمام، طول حوالي يعني الطول عادي زي ما الكليبس ما ياخد معانا واحنا بنقفلها. تمام، هنبتدي نقفل. بسم الله، نحط نقطة شمع داخل الكليبس ونبتدي نجيب ال1 سنتي بتاعنا. تمام، نقفل بيه. تمام يا بنات، هنبتدي نحط نقطة شمع بسيطة يا بنات. تمام، بالطريقة دي، ونبتدي نعمله بالطريقة دي. طبعا بالطريقة دي يا بنات هنقص الزيادة. اتمنى يكون الطريقة واضحة معاكم. بس يا بنات كده قفلنا الموديل بتاعنا. تمام، هنبتدي نحط البي. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. هنبتدي نجيب قلم الاسترس وانصاف الهولي يا بنات. تمام، ونبتدي نضيفها بالطريقة دي. طبعا يا بنات دوت حوالي رابع موديل او 5 موديل بالقطيفة المضلع. جميل جدا جدا، اللهم بارك. وتقدري تنفذي الطريقة بالستان. تمام، تستخدمي الستان المضلع مع الفرو القطيفة. تمام يا بنات، هنبتدي برضو هنا بنفس الطريقة. بسم الله، 1 2 3 4. 1 2 3. يعني ممكن تغيري تستبدلي القماش. تمام، تحطي مكانه مضلع او الدبل فيس، هيكون جميل جدا جدا برضو مع الفرو يا بنات، ويكون موديل جديد. تمام، انا ما نفذتوش بس جاتني الفكره دلوقتي فقلت اقول لكم عليها، بحيث اللي ما عندوش القماش يبتدي
ينفذ. تمام يا بنات، ادي كده معانا الديل. بتمنى يكون الموديل واضح معاكم. تمام، هنبتدي نعمل الجنب التاني بنفس الطريقة. بسم الله. 1 2 3 4. 1 2 3. وبكده يا بنات نكون حطينا اللولي. تمام، وخلصنا الموديل بتاعنا. هنركن دول على جنب ونبتدي نشيل البي. هنبتدي نجيب الشمع يا بنات. تمام، بسم الله. هنحط هنا نقطة شمع كبيرة عشان نلزق الوردة. تمام يا بنات، هنبتدي نلزق الوردة على طول من غير جوخ، من غير اي حاجة. تمام، بس اهم حاجة نحط نقطة شمع كبيرة بالطريقة دي يا بنات. ده الموديل بتاع النهاردة، موديل جميل جدا سهل وبسيط بالطريقة دي يا بنات. تمام، هنبتدي نحط نقطة شمع في المنتصف ونجيب الفص بتاعنا بالطريقة دي. اهو يا بنات الموديل بتاعنا موديل جميل جدا وسهل وبسيط، وواحدة على الكارت، مش هياخد منك ولا وقت ولا مجهود، هتخلصيه بسهولة جدا. تمام يا بنات، طبعا التكتاك على الايد اليمين زي ما احنا متفقين يا بنات. تمام، وبالطريقة دي نكونوا عملنا موديل جميل جدا جدا. اللهم بارك. شايفين يا بنات ما شاء الله، شايفين حلاوة الكارت وجماله؟ اللهم بارك، جميل جدا جدا جدا. بتمنى الموديل يعجبكم، بتمنى تقولوا رأيكم في الكومنتات، وشكرا لكل البنات اللي بتدعمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.